البنت بتسأل المدرس بتاعها اللي هو صديق جدا ليها او اب اخر، يعني اخ كبير، بتحكي له عن علاقتها بشخص ضايقها جدا و... وعمل فيها حاجات وحشة كتير. وكان شخص عمل لها فجعة في حياتها، لأن هي ما تخيلتش إن الشخص ده ممكن يتخلى عنها، أو ممكن يستندل معاها، أو ممكن يطلع هذا الشخص. فالمدرس بتاعها رد عليها قال لها إنه عدم رضاكي عن نفسك والقيمة اللي انتي شايفاها هي اللي بتاخديها، او what you get طبعا في الاخر. فهل فكرة ان انا شخص غير راضي عن نفسي او مش شايفة نفسي بقيمتها الحقيقية يخليني اقع في هذا الفخ؟ طبعا اختار طبعا غلط 100%. بني ادم شايف نفسه قليل، منتظره منه ايه؟ ده في اختياراته يبقى مسيء لنفسه ومسيء للي حواليه، شايف نفسه قليل. انت اساسا، ما هو انا عايز اقول لك على حاجه. بص في المرايه، بص اتفرج على انت مين. انت مين؟ انت حاجه كبيره قوي، انت حاجه كبيره قوي. ربنا وصفك بانك اعظم مخلوق في الكون. ايا كان انت مين وصفاتك ايه وبتشتغل ايه، انت مين. لازم تكون عارف انت مين، لازم تكون عارف ايه مكانك ده اللي انت فيه ده. ما انت كان ممكن تتخلق، انت فاهم ان انت جت بالصدفه انك جيت بني ادم؟ جت بالصدفه، ما جيتش شجره ولا طير، لا طبعا. ده ربنا مختارك علشان تكون انسان. دي حاجه عظيمه، وحاجه انت لو ما شعرتش بيها يبقى انت بتقصر في نفسك. خلي بالك انه ده اسمه ظلم النفس. يعني هي ممكن تكون بتظلم نفسها طبعا لما بتشوف نفسها قليله. طبعا هو ظلم النفس هو أسوأ ظلم. بس ما حدش بيشوف نفسه قليل يا عمرو. في ايه؟ هم بيستحملوا، بتستحمل مثلا الراجل او بتستحمل معاملته السيئه املا ان هو هيتغير، املا ان هو هيتجوزها، املا ان هو هيفي بكلمته، املا انه مش هيخونها تاني. يعني كلها امال ملهاش علاقه بان انا شايفه نفسي. بصي، هي ملهاش علاقه. استحمال، احنا هنتكلم مبدئيا لو استحمال الست لزوجها، فيعني ده اعلى 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 درجات الصبر اللي فيها جائزه غاليه جدا من حلو ربنا. لو غير زوجها، لانه في اما الفيلم واحد ده لسه واحد بتختاره، لا طبعا. في يا جماعه، وانا اللي دايما بقوله كده، هو احنا هنهزر في حياتنا؟ هو احنا هنختبر في نفسنا؟ يعني انا هبقى حقل تجارب لواحد ان شاء الله يبقى احسن؟ ما انت شفت قدام عينك. لا طبعا، 1 2 3 اجري. 1 2 3، واحده مخطوباله ولا واحده بالظبط. واحد حصل، واحد عدي 2، لا طبعا بقى في ايه؟ لان في فرق بين العارض والطبع. العارض شيء احنا ممكن يحصل بينا مشاكل، لكن لما تلاقي طبع متكرر، انت بقى عايزه تعيشي على كده. انت مصممه انك تقللي من نفسك وتعيشي على كده. انت ربنا ما حطش حدود لاختيارك. يعني ده ليه علاقه بانها مقلله نفسها عند نفسها، شايفه نفسها قليله. طبعا غلط. مش انه حب اكتر او عطاء اكتر من العادي. ابدا ابدا. قيم نفسك، واللي يجي لك لازم يقيمك، والا ما يجيش. اصل عادي ممكن تعيش مزبوط. حياتك كلها من غير ما مزبوط. تتجوز. افضل ما تتجوز صح. وتعيش متهان. طول الوقت بقول الكلمه دي. علشان كده اما ان الامر، عشان كده انا بفرق. لكن الكلام ده قبل الزواج. انا بتكلم عن قبل الزواج بالظبط. لكن هي النهارده لما هي تستحمل قبل الزواج زياده أبداً او أبداً. معامله وحشه او كذا، يا لهوي، مين ما زي ما فيش حد يفوقها ولا هي تفوق نفسها. ليه؟ اخر راجل في الدنيا؟ ابدا ابدا. انا ليا نص التاني، هيجي ما جاش يبقى ربنا اراد كده. انما انا اخد واحد انا مش بتاعته ولا هو بتاعي؟ ليه يا جماعه؟ احنا عايزين نزود الفشل 2. انا